من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنت ربي سندي وعليك اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا رسول الله. أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، كيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى كيف تفتح الآية بالدعوة للعباد، من أجل ماذا؟ من أجل التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم المسير في طريق الخطايا. وهذه الآية هذه اللي قرنا الآن هي من أعجب الآيات في القرآن اللي كتعجبني أنا شخصيا. ولهذا سولوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قالوا له، سولوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قالوا ليه: أشنا هي أحب آية عندك في القرآن الكريم؟ قال لهم: أحب آية عندي في القرآن الكريم هي قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال لهم: الشاكلة دي الله تعالى هي المغفرة، والشاكلة دي العبد هي المعصية. هم يسولوا سيدنا عمر رضي الله عنه، قالوا لي: أشنا هي أحب آية عندك في القرآن؟ قال لهم: أحب آية عندي في القرآن هي قول الله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. يقبل التوبة ديال العباد وكيغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. سولوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا لي: أشنا هي أحب آية عندك في القرآن؟ قال لهم: قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. سولوا سيدنا علي رضي الله عنه: أحب آية عندك في القرآن؟ قال لهم: أحب آية هي قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهذا من الآيات ديال الرحمة، كيقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي، الترغيب. كلنا عباد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كيتحبب لنا، ولكن احنا ديما كنهربوا على الله تعالى بكثرة المعاصي. اسمع ايش قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أنا والمخلوقات ديالي من الإنس والجن في واحد الأمر عظيم. شنو هو هذا الأمر؟ أخلق ويعبد غيري. الله تعالى خلقنا هو أحق بالعبادة وكنعبدوا غيره. اسمع الحديث القدسي اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى: عبدي إنما هي أربع. الله تعالى خلقك الربعة الحوايج: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. الله تعالى قال لك: يا عبدي خلقتك الربعة الأمور، وحدة تعطيها لي، ووحدة تأخذها أنت، ووحدة تبقى بيني وبينك، ووحدة تبقى بينك وبين العباد ديالي. أما ديال الله تعالى: فأما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا. تعبدني وما تشركش بيا. إن العبادة لمن لله سبحانه وتعالى. إحنا العبادة لمن للدراهم، اللي عنده الدرهم كنعبدوه، اللي عنده الفلوس كنعبدوه من دون الله. معبودات الزمن هما الفلوس.
أما التي لك ووحدة اللي أعطيتها لك هي العمل ديالك، غادي نجازيك به أحوج ما تكون إليه. والوقت اللي كتحتاج العمل ديالك إمتى؟ في القبر، ملي كينقضي العمل ديال الدنيا وكتولي محسوب على العمل ديال الآخرة، داك يحاسبك الله تعالى على الصغيرة والكبيرة. أما التي بيني وبينك، اللي بينك وبين الله تعالى، فمنك الدعاء وعلي الاستجابة. أنت تدعي وأنا نستجب لك، ولكن ماشي كاع اللي كيدعي كيستجب لي الله سبحانه وتعالى، لأن الشرط اللي قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللي بغى الله تعالى يستجيب للدعاء خاصه يستجيب هو الأمر الله تعالى. أنت كتطلب من الله تعالى ولكن ما يعطيكش الله تعالى حتى تنفذ الأوامر دياله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، أنت بغيتي مني وأنا بغيت منك، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد. إذا سلمت لي في الصلاة والصيام والزكاة والحج وجاهدتي في سبيل الله وداك الشيء اللي بغيت منك درتيه أعطيتك ما تريد. نبسط عليك في الدنيا ونعطيك زوجة صالحة ونعطيك الأموال ونعطيك اللي بغيتي. فإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد. ولا ما سلمتيش لي الأمور اللي بغيت منك في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونسيتي علاش تخلقتي، أنا غادي نتعبك في داك الشيء اللي بغيتي، وما غاديش يكون إلا داك الشيء اللي قسمت لك هو اللي غادي توصل ليه. الله أكبر. عبدي إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. هذيك اللي بينك وبين الله تعالى هي الدعاء والاستجابة، ولكن فليؤمنوا بي، تآمن بالله تعالى وتستجيب لدعوة الله تعالى وتمشي في طريق الله تعالى، الله تعالى يعطيك. الحق الرابع: بينك وبين خلقي، بينك وبين المخلوقات ديالي. شنو هو هذا الحق هذا؟ أن تأتي للناس مثل الذي تحب أن يأتوك والله يحب المنصفين. تعطي الناس بحال داك الشيء اللي باغي تاخذ منهم، باغي من الناس الخير، باغيين يعاونوك يوقفوا معاك حتى انت تعاون وتوقف معاهم، ماشي هما يعطيوك الخير وانت تعطيهم الشر. بل الله سبحانه وتعالى يعطينا الخير وحنا كنعطيو الشر. كان المكافأة ديالنا الله سبحانه وتعالى باش نعبدوه ونشكروه كنزيدوا في المعاصي. لهذا علاش قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري. الله خلقنا وخلق الدنيا وخلق الفلوس، احنا كنعبدوا الدنيا والفلوس من دون الخالق اللي خلقهم سبحانه وتعالى. وأرزق ويشكر سواي. الله تعالى كيرزقنا بالليل والنهار، كيمدنا بالخيرات وكنشكروا غيره، كنشكروا السيفلان والسيفلان والسيفلان، لأن هما اللي عطاونا. وكنساو بأن هذوك الناس راهم أسباب، هذوك الناس اللي جابوا لنا ذاك الرزق وعطاوه لنا ما هم إلا أسباب. الرزاق هو الله. كنمشيو للأموات، سيدي فلان بويا فلان وسيدي فلان، كنمشيو للمقابر وكنبكيو عليهم ونتمسحوا بالسادات وكنقولوا ببركة سي فلان وبركة بويا وجدي وصلني هذا الخير. لا، هذاك الرزق ديال الله خاصنا نشكر الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات. لهذا قال الله تعالى: أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. كنزل لهم المطار كل سنة ونزيد لهم الفلوس والنعم والخيرات، قد ما أنا كنزيدهم من الخيرات هما كيزيدوني من المعاصي. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم. الله تعالى قال كنتقرب العباد ديالي، كنتحبب لهم بالنعم، كنبسط عليهم وكنعطيهم باش يقربوا مني ونقرب منهم، ولكن هم يتبغضون إلي بالمعاصي وكيكرهوني. الله تعالى قال لي كيكرهني في هذا الإنسان أنهم كيتبغضوا لي، كيكثروا المعاصي والذنوب وما كيتوبوش الله سبحانه وتعالى، وأنا أزداد عليهم غضبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من عاد منهم من قريب ناديته من قريب، ومن بعد منهم ناديته من بعيد. أهل شكري أهل زيادتي. الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكروا الله تعالى على نعمة قليلة، يزيد الله تعالى يفيض الخير ويزيدك عام بعد عام، يزيدك سبحانه وتعالى. طيب، أهل عبادتي أهل محبتي، الناس اللي كيعبدوني هما اللي كنحبهم. أهل معصيتي دوك العباد ديالي اللي كيعصيوني لا أقنطهم من رحمتي. لهذا القنوط حرام، لا أقنطهم من رحمتي. إذا تابوا لي أنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين. ولما تابوش لي كنبتليهم بالمصائب، كنزل عليهم المصائب والأقدار السيئة لأغفر لهم الذنوب، باش يغسلهم الله تعالى من الذنوب. وأنا أرحم بعبادي من الأم بولدها. الله تعالى كيرحم العباد أكثر ما كترحم الأم الولد ديالها.
من أمة كاين معزلة من الأولاد وكتبادل لهم الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا، ورحمتي وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، صرفوا في الأكل والشراب والمتاع والنعيم، ابناء الديور وزوقون بالجليج وداروا الفراشات ديال الملوك الحرير، ولاو كيشربوا في الذهب والفضة، ولاو كيركبوا في أفخم السيارات، نساو الفقراء والضعفاء والمساكين يلا داوها في أنفسهم وزادوا في الزيادة. هذا إسراف. وملي كتكلم الأغنياء وكتقول لهم اش هاد القصور واش هاد الزواق، خسرتوا على الديور ديالكم الملايين، الدار كتبنى 100 مليون و200 مليون و300 مليون، باش كيواجبك كيقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقير؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كتجي أموال الزكاة من كل مكان، ومع ذلك كان يعيش فوق الحصير صلى الله عليه وسلم، كان من أبسط الناس. ما كاش النبي صلى الله عليه وسلم كيغلي في البيوت ديالو ويخسر الأموال الطائلة من أجل الحياة ديالو. علاش؟ كيبين لهذه الأمة هذه أن الحياة إنما هي حياة ضعيفة، الحياة زائلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الحصير، حتى الآثار ديال الحصير بان ليه في رجليه. بدا سيدنا عمر رضي الله عنه كيبكي، قال لي يا رسول الله كسرى ديال الفرس وعظيم الروم كيتنعموا في الحرير وفي الذهب والفضة، وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على الحصير. اش قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر هذوك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هذوك الجنة ديالهم هنا. يا عمر هذوك قوم جنتهم ها هنا ونحن لنا الآخرة، هما عندهم الدنيا يتنعموا فيها ونحن لنا الآخرة. إذا الله سبحانه وتعالى كيخاطب الناس اللي تشغلوا بالدنيا وزوقوها وصوبوها وسرفوا فيها، أسرفوا في الأكل والشراب. كذلك الذين أسرفوا في الذنوب والمعاصي 20 عام و30 عام و40 عام والله تعالى كيتسناهم باش يتوبوا، اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، الله تعالى ما كيزربش بحال الزربة ديالنا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله سبحانه وتعالى كيعطيك السنين وكيتسناك التوب يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، وانت ما زلتي في غفلة، حتى الله سبحانه وتعالى إلا علم أنك ما باقيش غتهتدي وما باقيش غترجع للطريق كيعاقبك الله سبحانه وتعالى بالعقاب ديالو في الدنيا قبل الآخرة. والمسرفين الذين يسرفون في الذنوب، اللي كتر من الذنوب وكتر من المتع الدنيوية ونسى راسو، راه يصبح في مقام الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والمبذر هو المسرف. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شكون اللي كيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ إلا الناس الجهال، إلا اللي ما عارفينش دين الله سبحانه وتعالى. لأن القنوط من مات، اللي مات هو قانط من رحمة الله تعالى راه كيدخل في باب الكبيرة التي تدخل صاحبها إلى النار. اللي مات هو قانط من رحمة الله تعالى يقول أنا ربي ما باقيش يغفر لي، سيكون من أهل النار يوم القيامة. الكبائر اللي قال عليها أبو طالب المكي رحمه الله، شنو هما الكبائر؟ الكبائر اللي كتوجب فيهم التوبة، ما تكفيش فيهم استغفر الله العلي العظيم ولا أنا نتيب بالله، لا، خاصهم التوبة الحقيقية اللي غادي نذكروها الآن بالشروط ديالها. الكبائر قال لك أبو طالب المكي هي الذنوب الكبيرة فيها 17، 4 في القلب، الشرك بالله اللي كيشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب الإصرار على معصية الله، اللي كيصر على المعصية يقول لك أنا غادي نبقى نعصي الله تعالى تنموت لها. الأمن من مكر الله، اللي كتذكروا من خوف، اللي كتخوفوا من عذاب الله سبحانه وتعالى هو كيضحك كيستهزأ بالعذاب ديال الله تعالى. الرابعة القنوط من رحمة الله، اللي كيقنط ويقول واش باقي الله غادي يغفر لي، أنا ما يغفرش لي الله على داك الشيء اللي درت. و4 في اللسان، السحر اللي كيخرج الكلام عن طريق السحر. طيب واليمين الغموس والحلف بالحرام. الثالث قذف المحصنات المؤمنات، اللي كيتهم الرجال والنساء بالزنا هو لا علم له، ما شاف حتى شي حاجه. الرابعه شهاده الزور، اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيذكر الكبائر وكان متكي، ملي ذكر شهاده الزور قال الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور، كان متكي هو يقعد شويه وهو يوقف، حتى قالوا الصحابه كون غير سكت. و3 في البطن، 3 في الكرش، اكل مال يتيم،
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل الربا نسأل الله العافية هما لي زانتيري ديال البنكة. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم درهم من الربا أعظم عند الله تعالى من 33 زينية. الإنسان يزني 33 مرة، درهم ديال الربا كيجي فوق هاد الذنوب كلها. وأقل زينية من دوك الزنا اللي زنا أن يزني الرجل بأمه، نسأل الله العافية. كيجي الربا فوق هاد الشيء كل شيء. والثالثة وهو شرب الخمر. واثنين في الفرج هما الزنا واللواط، واثنين في اليد هما السرقة والقتل، وواحدة في الرجل هي الفرار من الزحف، ومن يوقفوا المسلمين يحاربوا العدو تهرب انت، وواحدة في الرجل كله وهو عقوق الوالدين. إذن يا أحباب، من الكبائر اللي ما كيغفرش الله سبحانه وتعالى هو القنوط من رحمة الله. الرجل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وذنباه وذنباه وذنباه، يعني كيغوت يا رسول الله اعتقني راني غرقت ذنوب، يا رسول الله راني عدفت هاد الذنوب ديالي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال لي يا رجل قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عمل. قالها الرجل. قال لي عود المرة الثانية، قال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال لي قول المرة الثالثة، قال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. ايش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم يا رجل. قال لي نوض، الله تعالى قد غفر لك ذنوبك. الله أكبر. التوبة يا أحباب، وأصل التوبة من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، من عهد آدم الله تعالى فاتح باب التوبة إلى يوم القيامة. من اللي تاب الله سبحانه وتعالى على آدم وفرحات له الملائكة وهنأته، وهبط عنده جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام. ايش قالوا لي؟ قالوا يا آدم قرت عينك بتوبة الله عليك. قالوا لي كان العين ديالك يعني فرحتي بالتوبة ديال الله سبحانه وتعالى وكنهنيوك عليها. ايش قال آدم؟ قال يا جبريل فإن كان بعد هذه التوبة السؤال فأين مقامي؟ قال لي بعد التوبة اللي توب علي الله تعالى فين غادي نكون أنا؟ في المقام ديالي. هو يوحي لي الله تعالى قال لي يا آدم وردت دويك التعب والنصب ووردتهم التوبة. قال الله تعالى لسيدنا آدم، قال لي أولادك وولاد أولادك اللي غادي يجيو وردتيهم التعب، أنت اللي تسببتي لهم باش ينزلوا الدنيا، أنت سببهم في هذا التعب وهذه الشقاوة ديال الدنيا، ولكن أنت سببهم في التوبة. خليتي لهم هذا الباب، هو أحسن الأبواب اللي خلى لنا أبونا آدم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كما تاب هو تقبل منه الله تعالى التوبة. قال الله تعالى فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه لأني قريب مجيب. يا آدم وأحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب. قال لي الله تعالى اللي دعاني منهم ولباني نلبيه، اللي لبى لي الطلب ديالي هو العبادة كنلبي لي الطلب ديالو، واللي سألني المغفرة ما نبخلش عليه ونغفر عليه ونغفر لي الذنوب ديالو وأنا قريب منه. وقال لي كنحشر التائبين اللي كيتوبوا لي يوم القيامة كنحشرهم من القبور ديالهم ضاحكين مستبشرين والدعاء ديالهم كنستجب لهم. باب التوبة يا أحباب هو باب مفتوح ما دمتي باقي ما جاتك ساعة الموت وساعة الاحتضار، كما قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الله سبحانه وتعالى كيقول لك الناس اللي كيعملوا السيئات حتى كتجيهم ساعة الموت عاد يقول تبت الله. الله تعالى ما كيقبلش التوبة ديالهم لأنه في ساعة الموت وساعة الاحتضار. وذكر الله تعالى ذوك الناس اللي كيموتوا وهم كفار هذوك ما كاينش اللي يستغفر لهم والله سبحانه وتعالى ما يقبلش التوبة ديالهم. أما ما غير ساعة الموت وما غير ما دام الساعة ما قامت من المقام ديالها إلا الله سبحانه وتعالى كيقبل التوبة ويغفر الذنوب كما كانت. اسمع اش قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من يذكر الله تعالى قصة أصحاب الأخدود فرعون أحد الفراعنة اللي قتل 1000 مسلم، 1000 مسلم قتلها في يوم واحد، ومع ذلك الله تعالى خلى لي باب التوبة. قال لي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تاب الله تعالى ربي يتوب عليه فإن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهنا كانت تبادل قصة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر لنا الرجل اللي قتل 99 روح ومشى عند أحد العلماء
وقال لي أنا قتلت 99 روح من المسلمين، واش باقي الله سبحانه وتعالى يتوب عليا؟ قال لي خرج يا عدو الله، انت ما بقات عندك توبة، الله تعالى ما تقبلش التوبة ديالك. هو يقتله، كمل به 100. رشدوه الناس وقالوا لي كاين عالم اخر غتمشي تستفتيه. مشى عند عالم اخر قال له ودي انا قتلت 100 روح، واش باقي الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ديالي؟ قال لي ايه، شكون اللي غادي يقطع التوبة ديالك من الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال لي غير ودي لا تبتي وبغيتي الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة ديالك، أول شرط هو أنك تهاجر البلاد ديال المعصية، كاع البلاد اللي كنتي تعصي فيها الله تعالى، وهذا من شروط التوبة. والبلاصة اللي كتعصي فيها الله سبحانه وتعالى ملي تتوب بدل هذيك، والبلاصة اللي كتعصي فيها الله سبحانه وتعالى ملي تتوب بدل هذيك البلاد وسير بلاد أخرى فيها الإيمان، سير بلاد أخرى تكون طاهرة، سير بلاد أخرى باش تنسى ديك الذنوب والمعاصي، والناس ما يفكروكش في هذيك الذنوب اللي كنتي كترتكب. تاب الله سبحانه وتعالى وجمع الزاد ديالو ومشى للمدينة الأخرى. هو في الطريق ديالو للمدينة الأخرى قدر عليه الله سبحانه وتعالى الموت فمات. نقولوا بين هذيك المدينة والمدينة تكون 100 كيلومتر. طيب تخاصموا فيه وتنازعوا فيه الملائكة ديال الرحمة والملائكة ديال العذاب. هذوك يقولوا أن هذا الرجل هذا من أهل الجنة، وهذوك يقولوا من أهل النار. هذوك يقولوا راه تاب الله سبحانه وتعالى، والآخرين كيقولوا راه باقي ما دار حتى شي حسنة الله تاب. فارسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام باش يحكم بين هذه الملائكة، وقال لهم عبروا المسافة بين بلاد المعصية وبلاد التوبة، إذا فات النصف فهو من أهل الجنة، ما فاتش النصف فهو من أهل النار. عبروا. قيل أنه تجاوز النصف بشبر، لقوا بأن النصف ديال المعصية فاتوا بشبر واحد ومات، فكان إن شاء الله من أهل الجنة. إذن يا أحباب، التوبة، باب التوبة باب مفتوح، ما كاينش اللي يمكن يغلقه إلى يوم القيامة أو إلى ساعة الاحتضار. لكن هذه التوبة يا أحباب عندها شروط باش تكون التوبة صحيحة وتكون مقبولة إن شاء الله. احنا المغاربة من اللي كنبغيو نتوبوا كنقولوا متيبين الله، استغفر الله العلي العظيم، يا ربي احنا تبنا لك. ما يكفيش هذا بالقول، هذه توبة مردودة، توبة غير مقبولة، لأن التوبة عندها شروط. أول شرط كيقول العلماء هو باب النية، أن الإنسان يعزم أن التوبة لله سبحانه وتعالى، التآب خوفا من الله سبحانه وتعالى، وعرف بأنه كاين يوم القيامة يوم الحساب، وأن الله تعالى غادي يحاسبه في ذاك اليوم، وما عندوش شيكات، ما عندوش فلوس، ما عندوش باش يخلص في هذاك اليوم. هذاك اليوم اللي ما ينفعوش فيه المال، وما ينفعش فيه المعارف، وما ينفعوش فيه الأولاد، ما ينفع فيه إلا العمل الصالح. ما تابش الله تعالى من أجل الناس، أن الناس شافوه كيعصى الله تعالى، وبأنه كتر قدام الناس بغى يتراءى أو يبين راسه بأنه تاب الله تعالى، وهو باقي كيدير لك العمل في الخفاء. هذه ماشي توبة. توبة أن تكون نية خوفا من الله سبحانه وتعالى، ماشي خوف من العباد. النية اللي كان شرطها في كل عمل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من اللي غادي يتحاسب يوم القيامة هما 3 الناس. أول حساب غادي يبدأ به الله سبحانه وتعالى حساب ديال 3 الناس: رجل أعطاه الله تعالى كثرة المال، ورجل أعطاه الله تعالى الشجاعة، ورجل أعطاه الله تعالى القرآن. كيجي الله تعالى عند مول المال كيذكروا بالنعمة، كيقول لي عطيتك الفلوس ووسعت عليك وعطيتك وعطيتك وعطيتك، كيقول لي إيه يا ربي، كيقول لي اش درتي بهذا المال؟ كيقول لي يا ربي عطيت لفلان عبدك الصالح، وعطيت لفلان وعطيت لفلان وعطيت لفلان وعطيت لفلان. اش كيقول لي الله تعالى؟ عطيتي ونفقتي باش يقولوا الناس منفق، باش يقولوا هذا السيد الله يعمر هذا كيتهلا في الناس وكيدور مع الناس وكيعطي. قلتي درتيها باش يقولوها وقالوها الناس وخلصوك في الدنيا، أما اليوم ما عندك هنا والو. كيمشي الرجل الشجاع كيقول ايش درتي بالشجاعه ديالك؟ عطيتك الشجاعه ونعمت عليك. كيقول يا ربي نعمتي عليا، هذيك الشجاعه دخلت بها المعارك وقاتلت بها في سبيل الله وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. كيقول لي درتي هذا الشيء باش يقولوا الناس شجاع. هذه هي اللي كانت في النيه ديالك، باش ترضى عليك انا ويرضاو عليك الناس، باش يقولوا الناس هذا السيد ما كيخافش في الله لومة لائم، هذا السيد كيقول الحق لوجه الله، وقالوا الناس وخلصوك في الدنيا ما عندك والو هنا. الثالث كيقول لي الله سبحانه وتعالى عطيتك نعمة القرآن. كيقول لي يا ربي عطيتني نعمة القرآن وكنت حامل كتابك يا ربي. كيقول لي اش درتي بهذا القرآن؟ كيقول لي يا ربي ما خليتش شي مجمع إلا وقريت فيه القرآن، ما خليتش شي بلاصة إلا وقريت فيها القرآن. كيقول لي الله تعالى قريت القرآن باش يقولوا تبارك الله السيد مقرئ كيقرا مزيان تبارك الله صوته حنين، وقالوها الناس في الدنيا وخلصوا ما عندك والو من في هذا اليوم هذا. فيؤمر بهم كأمر بهم الله تعالى ب3 إلى جهنم، نسأل الله العافية.
إذا النية يا أحباب، أول شرط في التوبة تكون نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثاني شرط هو الندامة، إنسان يندم ويتحسر إذا تفكر داك الشيء اللي فات، يكون القلب ديالو خاشع من يتفكر المعاصي، ماشي يفتخر بها، يدن نفسه ويبكي على الله سبحانه وتعالى. ملي مشى موسى عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى وقال لي يا ربي خرجت مع القوم ديالي وطلبنا الشتاء والشتاء ما بغاش تصب يا ربي، قال لي الله تعالى فيكم واحد العبد عاصي ما خلاش شي مصيبة وشي محرمة إلا ارتكبها وبسبابه تمنعتم من المطار. موسى وجمع القوم ديالو وقال لهم الله سبحانه وتعالى غاضب على واحد فينا وراه هدار وهدار وهدار وهدار، الليلة يخرج من القرية ديالنا باش تصب، وإلا ما خرجش الليلة غادي نسول عليه الله تعالى ويخبرني عليه ونفضحوا أمام الناس. داس هذيك الليلة وباتوا الناس كيتسناو شكون هذا السيد اللي غادي يخرج، ما خرج حتى شي واحد. مع صلاة الفجر وهي تصب الشتا عطى الله تعالى الخير ديالو. موسى هو يتعجب مشى عند الله تعالى وقال لي يا ربي قلتي لي فيكم واحد عاصي وتسنيت واش غادي يخرج شي واحد، ما خرج حتى شي واحد، قلت لهم اللي عاصي يخرج وما خرج حتى شي واحد، ونزلتي المطر يا ربي كيفاش؟ قال لي الله سبحانه وتعالى هذاك السيد سمع الكلام ديالك وتخشع ويندم. باب الندم يا احباب، وبات كاع الليل هو كيبكي عليا وكيقول يا ربي انا نادم، كيعيط وكيبكي عليا وكيدق الباب ديالي وكيقول يا ربي انا نادم على الفعل ديالي، يا ربي انا نادم على هذا الشيء اللي درت، يا ربي انا تايب لك يا ربي، وندم على الله سبحانه وتعالى وتنادم على داك الشيء اللي دار. الله تعالى تاب عليه وبقى في الدار ديالو ونزل الله سبحانه وتعالى الرحمه ديالو. لا اله الا الله. اذا باب الندم يا احباب هو شرط ضروري ان الانسان يندم على السيئات ويندم على الذنوب اللي ارتكب، ويعرف بان الشيطان ضله ويعقد العزيمه ويدخل في الشرط الثالث هو عدم الرجوع الى المعاصي. خاص الانسان يبدا يكره هذيك الطريق، ماشي مره يمشي ليها ولا يرجع ليها ولا غير يقعد مع دوك الناس ديالها، يمسح هذيك الطريق نهائيا. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه من كن فيه وجد حلاوه الايمان. اللي فيه ثلاثه ديال الامور راه الايمان دخل القلب ديالو، راه الايمان بدا كيذوق الحلاوه ديالو في القلب ديالو. شنو هي الاولى؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يكون الله والرسول حب ليه من كل شيء، حب ليه من السياره ديالو، حب ليه من الدار ديالو، حب ليه من الفلوس ديالو. كاين الانسان اللي كتسب الله قدامه وتسب الرسول قدامه ويتهان القرآن ويتسب الدين ويتهانوا العلماء ويتسبوا العلماء قدامه هو ساكت ما يتكلمش، ولكن إذا سبيتيه هو ولا مسيتيه في سيارته ولا في فلوسه ولا في داره ولا في ولاده يقيم القيامة وينوض الصداع. علاش؟ لأنه فلوسه وماله وداره وسيارته حب لهم الله والرسول. ثانيا أن يحب المرء إلا بغى يذوق الحلاوة ديال الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يولي يوصل لدرجة أنه كيحب الإنسان لله، ما يحبه لا على فلوسه ولا على ماله ولا على داره، ما كيعرفوش كاع شكون هو وكيعنقوا وكيحبوا. علاش؟ لأنه بحاله لأنه طيع الله تعالى وكيصلي وغادي معاه في طريق الله. الشرط الثالث باش يذوق حلاوة الإيمان أن يكره، وهذا هو اللي قلنا عدم الرجوع، أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يولي يكره ذاك الكفر اللي كان فيه وديك الضلالة، يولي يكرهها كما كيكره بأن الإنسان يتقذف في النار. الإنسان اللي شعلتي العافية قدام بغيتي تلوحها فيه يخاف ويترعب ويهرب منك، كذلك يولي يهرب من المعاصي كأنه هارب من النار. هذا هو العدم الرجوع. الإنسان يعزم، ماشي أنه كان كيشرب في القهوة الشراب يولي يمشي لديك القهوة ويقول لك نشرب فيها غير أتاي، إلا ما نمشيش لها ما نقربش لها. جالس مع صحابه كان كيعصي الله تعالى وما بدلش الصحاب ديالو، باقي يقعد مع صحابه وما كيعصيو الله تعالى وكيقول لك أنا ما نعصيش. لابد يوم من الأيام يرجع المعصية، لأنه كيحوم حول الحمى وكيدور حول المعصية، مازال الشيطان لعنه الله ردوا لها. الباب الرابع هو باب رد المظالم. هذا من شروط التوبة يا أحباب. كاين الإنسان اللي كيقول لك تبت الله تعالى كيمشي حج وكيقول لك الحج إنسان إلى حج كيرجع كيوم ولدته أمه، إيه من الذنوب والمعاصي. الحج ما كيغفرش به الله تعالى المظالم، كلتي المال ديال الناس وكذبتي على الناس وخونتي الناس وديتي لهذا ونقصتي لهذا، هاد الأمور ما كيغسلهاش الحج. هاد الأمور ما كيغسلها إلا رد المظالم إلى أهلها. اللي تكلمتي فيه شي مرة ولا دويتي في الغيبة ديالو سبيتي وعيرتي تمشي تطلب منه المسامحة، قول لي أنا تبت الله تعالى وراك كنت كندوي فيك في الغيبة وكنت كنسبك وكنعيرك وانت ما حاضرش، كنضحك لك في الوجه ديالك، ولكن في الغيبة ديالك كنت كنتكلم فيك بالسوء، سامح لي في الدنيا قبل الآخرة.
أنا بغيت نتخلص معك هنا. إنسان كلتي لي الرزق ديالو وكذبتي عليه تمشي ترد ليه الفلوس ديالو. الإنسان شتي في شهادة الزور تعاود تنازل عليها. هذو المظالم كما ذكرنا دائما وكنذكروا ملي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ شكون هو اللي فلس اللي ما عندوش؟ قالوا لي لا الذي لا درهم له ولا دينار. قال لهم لا، هو اللي كيجيب يوم القيامة الجبال ديال الصلاة والصيام والزكاة والحج ولكنه كيتسالوا عباد الله كيبقاو ياخذوا ليه من الحسنات ويديوا ليه حتى ما يبقى عنده إلا السيئات، نسأل الله العافية. كذلك خامس شرط يا أحباب هو باب التسويف. ما معنى التسويف؟ هو سوف كتقول الإنسان يتوب الله سبحانه وتعالى من المعصية وكيقول لك الله يتوب علينا، باقي لنا شي تخربيقه باغي نخربقوا شويه في الدنيا، باقي عندي واحد العام ديال شي تخربيقات نصفيهم ونتوب الله سبحانه وتعالى، باقي عندي شي تخويض نحيدوا عليا ونتوب الله سبحانه وتعالى. ما عرفش بان الموت تقدر تجي في هذاك الشهر ولا في ديك السيمانه ولا تقدر تجي في ديك الليله ولا تقدر تجي في ديك الساعه، مازال كينتظر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجلة من الشيطان إلا في 5. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العجلة راه من الشيطان، إنسان ما يزربش إلا في 5 الأمور زرب فيها، راها من الرحمن وماشي من الشيطان. شنو هي 5 الأمور؟ الباب الأول هو التوبة، أزرب توب الله تعالى بالليل قبل النهار. ثاني شيء هو تزويج البنت، هو تزوج شي بنت إلى عندك، لأن جاء في التوراة إذا بلغت البنت 12 سنة، إلى البنت ديالك بلغت 12 عام وما زوجتيهاش وارتكبت شي ذنب فإثمها على أبيها، الإثم ديالها على أبوها. كذلك المسألة الثالثة هو رد الدين، اللي عندك شي دين كيتسالك خلصه بالليل قبل النهار، لأن النفس ولو كان الرجل مجاهد في سبيل الله كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل يجاهد في سبيل الله ويعود يحيي الله تعالى ويقاتل في سبيل الله ويموت ويحيي الله تعالى المرة الثالثة ويقاتل في سبيل الله ويموت وكان كيتسالوا قيد خيط أو إبرة كيتسالى للجار ديالو ما يدخلش الجنة، تبقى الروح ديالو محبوسة عن الجنة إذا ردوا الدين. الرابعة هو دفن الميت، إلى مات الميت خاصة نصرعوا بين القبر ديالو، ما نتسناوش تيجيو عائلته ولا أولاده ونبيتوه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نسارعوا بدفن الميت. طيب خامسا هو فعل الخير، إنسان بغى يدير شي خير، بغى يبني شي جامع، بغى يعطي للفقراء، بغى يتهلا شي حد، بغى يعطيه ما يقولش الغدا ولا تبي تغدى، ما عرف الموت امتى تجي، يسبق عمل الخير وما يديرش التسويف. إذا يا أحباب الباب الخامس هو باب التسويف، أن الإنسان يخصو يسرع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وما يبقاش يقول تنكبر تندير 40 عام وتندير 50 عام وتجي ساعة الموت ونتوب، الله تعالى ما يقبلهاش في هذيك الساعة. اسمع اش قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، ليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إن الله سبحانه وتعالى يقول لك إنما التوبة على الله، ما كاينش التوبة ديال الله سبحانه وتعالى وما يقبلش الله سبحانه وتعالى التوبة على ذوك الناس اللي كيعملوا السوء وما يتوبوش إلا عند الموت ديالهم. كيقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الناس اللي كيتوبوا من قريب يلا ارتكب السيئة مجرد ما كيسالي منك يتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى وكيتوب الله سبحانه وتعالى من قريب، الله سبحانه وتعالى كيقبل التوبة دياله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي سيئة ارتكبتي تبعها حسنة باش تخلص بها هذيك السيئة وباش يتوب عليك الله سبحانه وتعالى. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، يعني الإنسان اللي يتوب الله سبحانه وتعالى في نفس السيئة، يعني نفس السيئة دار 70 مرة، الله تعالى ما يكتبوش من المصرين على الذنوب إلا كان كيستغفر الله تعالى وكيتوب ليه ما بين السيئة والسيئة. كيقول النبي كذلك صلى الله عليه وسلم لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو درتوا الذنوب والسيئات حتى الذنوب ديالكم تبلغ إلى عنان السماء تغطي السماء كلها ثم ندمتوا وبكيتوا على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتوب عليكم. إذا التوبة يا أحباب قبل ما تجي ساعة الحقيقة، والله سبحانه وتعالى كيحذرنا دائما في القرآن قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله سبحانه وتعالى ما تلاش يقبل التوبة ديالك عند الموت، وما تلاش الله سبحانه وتعالى يأخر الأجل ديالك. ساعة الموت جات، ساعة الحقيقة جات، كنتي كتعلاو على أمر الله سبحانه وتعالى، كنتم ما باغيش تتوبوا الله سبحانه وتعالى في طريق الضلال. الله تعالى حكم حكمه، تقدروا تردوا هذيك الروح باش تتوب؟ ما بقاش ترجع. اسمع اش قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. عن الروح، إلا ما كنتوش مدينين الله سبحانه وتعالى، ما كنتوش مسلمين أمركم الله تعالى، ردوا ديك الروح. يلا الأطباء، يلا العلماء، ردوا هذيك الروح، ترجعونها إن كنتم صادقين. ولكن ما بقاش رجوع. الملائكة كتفصلوا، احنا كنشوفوا، نحن لا نراهم، ولكن الميت كيشوف فيهم، هما نازلين عنده. جاء أمر الله سبحانه وتعالى: فلولا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إذا كان من الناس اللي تابوا الله تعالى في الشباب ديالهم وعملوا العمل الصالح، من الناس اللي مشاو على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من دوك المقربين، مشينا على الآثار ديالهم اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ رضي الله عنه، اللي جاو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقالوا لي سعد بن معاذ راه في ساعة الموت ديالو، ومشى ليه النبي صلى الله عليه وسلم حفيان حتى دخل البيت ديالو. ملي بغى يدخل حبس الصحابة وقال لهم راه البيت ديالو عامر بالملائكة، ما كاينش حتى فين نوقف أنا. هو يقول جبريل، قال جبريل هز شي جناح من الأجنحة ديالك باش نوقف بلاصتك. وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغسلوا وكفنوا، ومشى معاه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ديالو. سعد بن معاذ اللي مشات معاه 70,000 من الملائكة مشاو الجنازة ديالو، 70,000 من الملائكة اللي مشاو في الجنازة ديال سعد بن معاذ. وملي تدفن بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه ديالو تغير. قالوا لي يا رسول الله اش بكاك؟ قال لهم والله لقد ضم القبر سعدا ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. قال لهم القبر شتو ضم واحد ضمه، لو كان ينجا منها شي مخلوق ينجا منها سعد بن معاذ. ولا نكونوا من المقربين بحال حنظلة غسيل الملائكة. سمعوا يا أحباب، الناس اللي تابوا الله سبحانه وتعالى عن صدق وعن نية وتوبة صحيحة. حنظلة اللي دار العرس ديالو ودخل على مراته ليلة العرس، أحلى ليلة عند الرجل، دخل على مراته وناعس مع مراته في ساعة الجماع، وكيسمع المؤذن كيأذن اش كيقول: هلموا إلى الجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لكم تخرجوا باش تجاهدوا في سبيل الله، راه غادي نخرجوا نلقاو العدو. وسمح في العروسة ديالو ليلة العرس وهو السلاح ديالو وما عامش، ما اغتسلش حتى من الجنابة، وهو السلاح ديالو خرج كيقاتل في سبيل الله، فمات مجاهدا في سبيل الله، مات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات قال لهم جيبوه، سيروا جيبوا خوكم حنظلة وقلبوه، راه غادي تلقاو فازق بالماء. ملي قلبوه هو ميت لقاو فازق. قالوا لي منين جا هذا الماء يا رسول الله؟ قال لهم هذاك هو غسيل الملائكة، الله تعالى صيفط ليه ملائكة غسلوه من الجنابة ديالو وهو ميت، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. ولا نكونوا بحال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللي ما بغاش الدنيا وما بغاش الطموع، كيقرأ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم عجبته القراءة ديالو، هو يقول لي يا عبد الله سل تعطى، الله تعالى الثمرة مفتوحة، اطلب واش بغيتي يعطيك الله تعالى. ما قالش يا ربي اعطيني الدنيا بلا قدر، ولا يا ربي اعطيني المال بلا قدر، ولا يا ربي اعطيني السيارات والعمارات. لا، هذوك الناس كيشوفوا الآخرة. قال اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الجنة. هذوك الناس باغين غير الجنة. قال لي يا ربي اجعلني من الجوار ديال محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش لي غتكون جاري في الجنة، غير قرأ القرآن وغادي تكون جاري، غير دير اللي بغيتي وراك جاري. قال لي لا، أعني على ذلك بكثرة سجودي. قال لي عاوني على الطلب هذا بكثرة السجود. طيع الله تعالى وعمر الصحيفة ديالك بالحسنات باش نطلب من الله سبحانه وتعالى باش أن تكون رفيقي في الجنة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا. إلهنا لا تواخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم إننا عباد مذنبون ارتكبنا الآثام والذنوب. اللهم منا من ابتلي بالزنا، ومنا من ابتلي بشرب الخمور، ومنا من ابتلي بشرب السجائر، ومنا
ومنا من ابتليت بالصفور، ومنا من ابتليت بالغيبة والنميمة، فاللهم أرسل علينا رحمة من السماء تطهرنا بها من جميع الذنوب والمعاصي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إلهنا رجوناك سألناك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تواخذنا بذنوبنا، أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا معاشر الإخوة الأعزاء، الله سبحانه وتعالى كينادينا في سورة قاف وكيقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كنت في غفلة من هذا. نعم، الأول قال الإنسان، والآن قال له لقد كنت في غفلة من هذا. احنا كنا في غفلة، المؤمن وغير المؤمن، وهذا هو اللي وضحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. الناس نيام، احنا حالين عينينا وفايقين ولكن كنا ناعسين. علاش؟ لأننا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأننا كنعيش في الغفلة. الناس نيام، هو حال عينه، هو كيسمع بودنه، ولكن عايش وهو في غفلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى المؤمن يوم القيامة كيوجد نفسه في غفلة. ملي كيلقى كلمة سبحان الله يوم القيامة كتجيبها الملائكة كجبل أحد، الأجر ديالها عظيم. هذه الكلمة اللي احنا كتبان لنا بسيطة، إذا كيكون مريح تيقول لا إله إلا الله ولا يقول سبحان الله، هي يوم القيامة كتوزن جبل أحد. كيتحسر المؤمن هذا اللي غيدخل الجنة، كيتحسر وكيقول ليتني كثرت منها. كل صحاب اللي كتوزن هذه القيمة ما نضيعش أوقات ديال الفراغ. كنا نجمعوا على البرار ديال تاي، ونجمعوا على الهضرة الفارغة، ونجمعوا على الكلام اللي غادي يكون يوم القيامة حسرة علينا. كيقول كون زدت من هذه الكلمة لكنت من الفائزين. الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. وقال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلى متنا ودخلنا القبور ديالنا عاد كنفيقوا الفيقة الحقيقية، عاد الإنسان كيراجع الحساب ديال نفسه، لأن في الدنيا كان مشغول، في الدنيا كان جري عليا جري عليك، الدنيا ما كانش قناعة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في الحديث الآخر: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثلاث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول بأن الإنسان ابن آدم لو عنده واد من الذهب ما يكرهش يكون عنده جوج، ولا عنده جوج ودان ديال الذهب ما يكرهش يكون عنده ثلاثة، يعني ما يقنعش. والجوف ديال ابن آدم ما يعمره إلا التراب. طيب احنا دائما في طلب الزيادة، وهذه هي الدنيا حكم عليها الله سبحانه وتعالى في الآية فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا في هذه الآية قسمها الله تعالى خمسة: خمس لعب، وخمس ديال الدنيا لهو، وخمس ديال الدنيا زينة، والخمس الرابع تكاثر، والخمس الخامس فهو تفاخر في الأموال والأولاد. كنتفاخروا على بعضياتنا بكثرة الأموال وكثرة الأولاد. والله سبحانه وتعالى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أش الهانا؟ إنما الحياة الدنيا لعب وله. أش الهانا؟ ألهاتنا التكاثر في الأموال والأولاد. طيب
الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي الآية الأخرى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المادة واحدة، هم المال والأولاد. المال والأولاد دارهم الله تعالى البعضين زينة، وبعضين دارهم الله تعالى الأموال والأولاد فتنة. هما فتنة لمن وزينة لمن. هذا هو المحور اللي غادي يدور عليه الدرس ديالنا إن شاء الله. طيب، المال فتنة لمن؟ الإنسان اللي يكسب المال من حرام. الإنسان اللي قال لك سيدي اعطيني الحلال والحرام، جيب يا سيدي الحرام لقيناه جيبوا لينا، تمشي عند ربي يقطع منين ما بغى، وهذا كلام الجهال. المال فتنة لمن؟ لهذاك الإنسان اللي كينوض من 4 الصباح هو كيجري، إلا لقت في المال من حلال وحرام حتى 12 ديال الليل. ما هو صلى الصلاة في وقتها؟ ما هو استغفر الله سبحانه وتعالى؟ ما هو انظر نفسه قال فينا أنا مثله كمثل البهيمة. سولوا كيدير السبلان ويقول لك احنا عايشين تنموتوا، احنا نضربوا مع الوقت. هذا زمان الفتن، هذا زمان المادة والأموال. الناس ما بقاش كتسوق السوق ديال الآخرة. ما بقاش شي واحد اللي يولي يصبح الصباح ويقول لك اودي اش درت مع الله تعالى. ما بقاش شي واحد اللي يولي يقول لك سلعة الله ولات غالية والجنة ولات صعيبة هذا الوقت. ما تلقى اللي يقول لك الصباح اسيدي بطاطا تزادت كانت ب 40، اليوم السوق ولات ب 50 ريال. اللحم كان ب 700 ولا ب 800. كان تسوقوا اخبارات ديال الدنيا كلها. كاميو تقلب في تادله، طياره طاحت بلاد الفلانيه، ولكن اخبار الاخره ما عندنا بها شغل. هذا المال كيكون فتنه اللي عمر القلب ديالو بالمال سد، كما قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وشنا وران؟ هو النقطه السوداء، هي الذنوب. الانسان ملي كيشتغل بالمال والدنيا القلب ديالو كيعمر وكيتسد، ما يبقاش يقضي فيه القرآن الكريم، كيولي الحجر ديالو صم. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشح. الشح هو البخل، فإنه قد هلك من كان قبلكم وحملهم على سفك دمائهم. اليهود لعنهم الله ملي حبوا الدنيا ودخلت القلوب ديالهم والمال دخل القلب ديالهم ولاو كيقتلوا بعضياتهم على ذاك الريال الصغير. ملي ولاو قتلوا بعضياتهم على المال اش دار الله تعالى؟ قصح القلوب ديالهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كيقول على لسان اليهود انهم قالوا النبي ديالهم قالوا بل قلوبنا غلف، مغلفه. باش تغلفت؟ بالماده والمال، مشاو مع الدنيا. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم عن الامه ديالو كيقول لنا ما نخافش عليكم من الفقر. هذه الامه ما عمرها تشكي الفقر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مناش خاف. قال اني لا اخشى على امه الفقر ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها فتهلككم كما هلكت من كان قبلكم. خفت عليكم من الدنيا لا تزيان لكم وتحلى لكم ويعززوا عليكم الفلوس وتجروا مورا الدنيا وتنافسوا عليها، وفي الاخير تهلككم جميعا كما هلكت الامم القادمه. ما تبقاوش تفرزوا بين الحلال وبين الحرام. المال فتنه لمن؟ الانسان اللي صرفه فيما حرم الله، الانسان اللي ما صرفوش في الطريق ديالو. صرفوا في الفساد وصرفوا في الشراب وصرفوا يعني في جميع المعاصي. والإنسان اللي كيصرف فلوسه في المعاصي كيتسمى هذا إسراف، والمسرف هو خو الشيطان، لأن الله تعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نسأل الله العافية. طيب، الأولاد فتنة لمن؟ الإنسان اللي ما رباهمش على طاعة الله. الإنسان اللي ما نقاش نفسه هو الأول. زادوا الأولاد كبروا لقاوك سكيري خرجوا سكيرية، لقاوك تكمي خرجوا كماية، لقاو باهم ياكل الحرام تما كانوا الحرام. والأولاد اللي كيتغداو بالحرام ما عمر الخير يكون فيهم. 30 عام وانت كتوكلهم بالحرام ونهار كيكبروا كتقول السي رفقي ولادي مساخيط معايا. لا، انت كنتي مسخوط معاهم قبل ما يكونوا هما مساخيط معاك. علاش؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا حق الولد على الوالد أن يرزقه طيبا وأن يعلمه الكتاب والسباحة.
يعني من الحقوق اللي كيتسالوا الأبناء البوات ديالهم باش يعلموهم القرآن الكريم. انت ولادك ما عمرك علمتيهم ولو حرف من القرآن. الحق اللي كيتسالوك الدراري أنك ترزقهم الحلال، انت كتغديهم من الحرام. هاد الدراري اللي كيتغداو من الحرام ما غيخرجش فيهم الخير، كيسخرهم لك الله تعالى فتنة. شوف المقاييس ديال الدنيا ديالنا احنا الإنسان اللي عطاه الله تعالى قوة المال، والإنسان اللي عطاه الله سبحانه وتعالى قوة الأولاد، اش كنقولوا؟ ايوا فلان تبارك الله عطاه ربي الأولاد وعطاه الفلوس، زعما راه قضاها. هذا المعيار ديالنا احنا. ولكن معيار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من أحبني وأحب سنتي فارزقه العفاف والكفاف. يا ربي اللي حبني وبغى الطريق ديالي وبغى طريق الله تعالى، يا ربي يعطيه العفاف والكفاف، أحسن عيشة، ما خصوش وما عدوش. اللهم من أبغضني وأبغض السنة، يا ربي اللي ما بغاش طريق الله تعالى، يا ربي تكتر ليه المال وتكتر ليه الأولاد. علاش؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا سلط عليك الله فتنة الفلوس، أعطاك الله واحد 800 مليون ولا 1 مليار، وأعطاك الله تعالى واحد 12 ولد ولا 13، عول بها أنك غتعيش في الفتنة. جوج ديال الفتن ما عمرك تنجى منهم. هي فتنة وحدة ما نقدوش عليها. إلا عندك غير فتنة الأولاد ما حاج تزططها، إلا عندك فتنة المال ما حاج قد عليها. كيفاش إلا جمع لك الله تعالى جوج الفتن؟ وهذه الفتن هي اللي عبر عليها الله تعالى في آية أخرى وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، وذكر الله تعالى في جميع الأبواب. اللي عرض على الصلاة، عرض على الصيام، ما زكاش المال ديالو، ما بغاش يحج، ما مساليش للحج، ما وقفش على الحدود ديال الله تعالى، أعرض عن ذكري، اش كيدير لي الله تعالى؟ فإن له معيشة ضنكا. معيشة نحسة. إنسان كنشوفوا لاباس عليه كنقولوا هو تبارك الله فلان عنده، ولكن الله تعالى دار لي معيشة ضنكا. يبات يحسب، يضل يجري من مشروع لمشروع، من لوزين لوزين، من تجارة لتجارة، ما يحكش راسه، ما ياكلش في خاطره، ما يلقاش الراحة. ملي كيجي للدار كيلقى ولادو. الفتنة الثانية، هذا مشدود في الحبس، هذا شدو كيشرب الشراب، هذا تعدى على بنت فلان، هذا دار، يضل كاع الليل هو يجري في المحاكم، النهار هو في الدنيا يجري ما يعقل، وفي الليل راه في المشاكل ديال ولادو. جوج الفتن سلطهم عليه الله تعالى. معيشة ضنكا هذه في الدنيا. علاش؟ لأنه بغى الدنيا، نسى الله سبحانه وتعالى، نسى أن الحق قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤذن كيقول الله أكبر، هو كيقول الدرهم أكبر، ما عنده غير بالصلاة، خاصو المال. هذا المال اللي قاع كنجريو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا أن يوم القيامة لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. اسمع، أنا ما كندوش معكم دابا، أنا كندوي مع راسي. أنا غنسول راسي الآن، ولكن كل اللي يسول راسه عرفوا بأن رجليكم ما غاديش تحيد من قدام الله تعالى حتى يسولكم على 5 الأمور. أحسن تلقى لها الجواب هنا أحسن من يوم القيامة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. سول راسك هنا. الأولى غادي يسولك عليه الله تعالى عن شبابه فيما أبلاه. أول سؤال يسولك الله تعالى: الشباب ديالك فين بليتيه؟ بليتيه في السكرة، بليتيه في الفساد، بليتيه في طلب الدنيا وطلب الحرام، ولا بليتيه في قراءة القرآن، ولا بليتيه في الصلاة، ولا بليتيه في العلم؟ فين بليتيه الشباب ديالك؟ السؤال الثاني: وعن عمره فيما أفناه، فين فنيتي العمر ديالك؟ طيب الشباب ضليتي، أرى مر 40 سنة، اش درتي؟ تبتي الله تعالى، رجعتي للطريق، ولا بقيتي غادي على العمية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كيقول لنا: من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه للنار. الرجل لو صار 40 سنة والخير دياله باقي ما غلبش على الشر دياله، قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حويجاته ويجد راسه لجهنم. علاش؟ لأن 40 سنة هي الثلثين ديال العمر دازت، باقي لك 20 سنة إلا كمل الله العمر، اش غدير فيها؟ إلا ما دخلتيش لهاد 20 سنة الأخيرة بالتوبة فوجد راسك إلى جهنم والعياذ بالله. طيب السؤال الثالث: وعن علمه ماذا صنع به؟ يسولك الله على الشباب، على العمر، على العلم. شحال وانا كنتكلم قدامكم وكتسمعوا لي، هذا علم.
هادشي اللي كنقول حجة عليكم يوم القيامة. الله تعالى غادي يوقف كل واحد منكم وغادي يقول لكم ودي صيفط لكم واحد السيد في العام فلان فلاني وقال 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 وتكلم. شكون اللي صغى ليه؟ شكون اللي يسمع ذاك الكلام اللي كيقول؟ شكون اللي يعمل به؟ شكون اللي يطبقه؟ هذا علم، ماشي حتى يكون عندك العلم الكثير، لا، غادي يسولك الله تعالى على آية وحده إلا عرفتها. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحده إلا فهمتي المعنى ديالها كتولي مسؤول بها إلى يوم القيامة، وما ينفعكش العذر أمام الله تعالى. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يعلم، ويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات، وويل للذي لا يعلم مرة. إذا كلا الحالتين عندك الويل. إلا قلت ما كتعرفش وما سمعتيش وما عرفتيش دين الله تعالى عندك الويل مرة، ولكن إلا سمعتي مني وعرفتي وما عملتيش عندك الويل يوم القيامة 7 مرات. إذا عن علمه ماذا صنع به. أرى المال وجه فيه الله تعالى 2 الأسئلة: من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ كاين الإنسان اللي كيكسب المال من حرام، واكل ديال عباد الله وكذب على هذا وخذ الحق ديال هذا، حتى كيجمع واحد المال كثير عنده 100 مليون 80 مليون كلها من الحرام و20 مليون من الحلال. اش كيقول؟ راه نبني واحد الجامع لوجه الله، ولا راه نوقف مع فلان نصيفطو الحج لوجه الله، ولا راه فلان ما عندوش فين يسكن نشري ليه واحد دويره لوجه الله. الله تعالى ما كيتقبلش هذاك العمل. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله طيب لا يقبل الا طيبا. واللي كيتصدق بالحرام حال الانسان اللي كيتوضا بالبول، شرف الله مسامعكم، والوضوء بالبول لا يجوز شرعا. الا بغيتي تطهر هذاك المال ماشي دير فعل الخيرات، ماشي تبني به الجامع، لا، رد الحقوق لمواليها، اللي يتسالك شي حاجه ردها ليه. هذاك باب المظالم ما ينفع معاه لا جوامع ولا ديور ولا في سبيل الله. طيب العكس، كاين الانسان اللي كيكسب ماله من حلال وينفقوا في الحرام، كيقول لك هادو فلوسي، انا ما خاون ديال حد، انا كسبتهم بعرق الجبين، انا فلوسي ندير فيهم ما بغيت. لا سيدي، ماشي فلوسك، هذاك المال مال الله. ولهذا الله تعالى كيقول لنا وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. انت خليفة، هذاك المال ماشي ديالك، واخا كنقولوا ديالنا، انت خليفة فيه. المال نينجا، إما المال يعني سوانت 100 شقفة ودرهم من الحديد، الحديد ماشي حنا موالين. قال لنا الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، من عند الله تعالى. الورق 1000 ريال و2000 ريال، هذا ورق نينجا من خيوط، نينجا من شجر. الشجر قال الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا المواد اللي تخلق منها المال هي من عند الله تعالى، هذا المال نحن خلفاء نخليه الورثة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا 3. كلك يقول فلوسي فلوسي. واحد عنده 200 مليون في البنكة كيفتخر بها، كيقول لك سيدي فلوسي. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما عندك من هذه الفلوس إلا 3: ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما صدقت فأبقيت. فلوسي فلوسي؟ لا، فلوسك ما عندك منهم إلا 3 يا ابن آدم، إلا اللي كلتيه في كرشك وصرفتي على الوليدات وعلى الأحباب والضيفان والأقارب وكان لك أجر. طيب، واللي شريتيه جلالب وشريتيه حوايج ولبستيه وبلا ومشى في حاله، واللي صدقتي ووضعتيه في واحد البنك، سميت هذا البنك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا الشيء اللي عندك من المال، إلا اللي ادخرتي الآخرة واللي كلتيه وما تبقى فهو للورثة، يفارقك عند الموت ديالك. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبين لنا في الحديث الآخر اللي كيشرح هذا الحديث، قال أخلاء بني آدم 3، يعني صحاب ابن آدم عنده 3 صحاب، كل إنسان عنده 3 ديال الصحاب: صديقك إلى الموت، وصديقك إلى القبر، وصديقك إلى يوم القيامة. عندك صاحب حتى الموت كيفارقك، والصاحب الثاني كيمشي معك حتى القبر، والصاحب الثالث كيبقى معك إلى يوم القيامة. أما الصاحب الأول هو مالك، ذاك المال اللي كتعز به وتفتخر به، ذاك المال اللي كان عليك فتنة في الدنيا، نهار كتجيك سكرات الموت والمرض ديال الموت كيفارقك المال، يقول لك وداع الله يعوضك. الصديق الثاني
هما الأصهار والأحباب والأقارب كيمشوا معك حتى القبر، يدفنوك ويرجعوا بحالهم، انتهى العمل ديالهم. ملي كيدفنوك كيقول لك الله تعالى عبدي في التراب دفنوك وانفضوا عنك وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. كعيط عليك الله تعالى يقول لك يا ابن آدم دفنوك ومشاو وكل بقوا معك كاع ما غاديش ينفعوك، ما بقيت لك إلا أنا سبحانه وأنا الحي الذي لا أموت. طيب وصديقك صاحبك إلى يوم القيامة هو عملك إن كان خيرا أو شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب أموال وأولاد، قلنا المال فتنة لمن كسبه من حرام. خامس الأسئلة اللي قلنا الله تعالى كيسولك على يوم القيامة المال، منين كسبتيه وفين انفقتيه؟ كسبتيه من حلال أم من حرام؟ وانفقتيه في طاعة الله أو في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا المال فتنة والأولاد فتنة لمن عبد الدنيا ونسي عبادة الواحد القهار. طيب نمشيو الآية الثانية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة لمن؟ الإنسان اللي كسبه من حلال، اللي تحرى في الحلال، ما كذبش البيع والشراء دياله، ما زادش القص، ما غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل إلى أحد الأسواق، لقى واحد رجل حاط خيشة ديال الشعير، صوموا النبي صلى الله عليه وسلم على الشعير وخشى يدو في الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم ملي خشى يدو وصل الخنشة وجبد اش كيلقى الشعير اللي الفوق ناشف والشعير تحتاني فازق. اش هادشي كدير؟ قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ودي هذا النص تحتاني كان معري البارح وصبت شتا ويفزق، راه شعير واحد غير هذا صبت عليه شتا وفزق وهذا ما فزقش. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا اخرجته للناس كي يروا. عزل الفاسق بوحده والناس بوحده باش يشوفوه الناس. انت غشيتي، ومن غش فليس منا، يعني الغشاش ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المال زينة، اللي كسبوا من حلال، اللي قام بالأسباب، اللي ماشي اعطى قلبه كله للدنيا، ما اشتغلش بالدنيا، ماشي الوقت كله اعطاه للدنيا. راه الدنيا ما كتجيش بقوة تجري، راه إلا كتب لك الله تعالى تكون غني تكون غني، كتب لك الله تكون فقير تكون فقير. ولهذا الله تعالى كيقول في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت حاله، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت حاله. الله تعالى كيقول في هذا الحديث كاين من العباد ديالي اللي ما يصلح لي إلا الفقر والراحة ديالو في الفقر، وكون غنيته نخرج عليه. وكاين من العباد ديالي اللي كيصلح لي إلا الغنى، خلقه الله تعالى باش يكون غني، وكل فقرته غادي يخرج عليه. هذا ماشي يعني أن الله تعالى كيفضل شيء على شيء، لا. الفقراء فتنة والأغنياء فتنة، الفقر تهو فتنة. شوفك الله تعالى واش تصبر وتحتسب أمرك الله تعالى وتقنع بالقليل ولا لا. حتى الغنى تهو فتنة، واش غادي تأدي حقوق ذاك المال ولا لا. بل الفتنة ديال المال هي أكثر من فتنة الفقر. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة ديالو كيقول يا ربي تعيشني مسكين وتوفني مسكين وتحشرني يوم القيامة في زمرة المساكين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر. بغى يكون مسكين وما يكونش فقير. ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بغى يكون مجزي، ما خاصوش وما عدوش. ولهذا جبريل عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال يا محمد، يعني عرض عليه جبل أحد ذهب، قال الله تعالى قال لك إلا بغيتي جبل أحد ذهب ولكن ينقص لك من المقام ديالك في الجنة، ولا بغيتي تحتسب وتصبر على الفقر يوم القيامة الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك مقام محمود. اش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا جبريل إلا أعطيتني جبل أحد ذهب اش كاين موراه؟ قال ما بعده الموت. الحمد لله الذي سوانا بالموت، بعده موت. إذن قالوا ما دام كاين الموت فأنا أريد المقام المحمود في الجنة.
داكشي اللي غيعطي لي الله تعالى جبل أحد ذهب يدخر لي يوم القيامة. وقال لا أحب أن يكون لي مثل جبل أحد ذهب وأن أموت ويبقى في يدي قراط منه. نتصدق به كله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نحبش يعطيني الله تعالى جبل أحد كله ذهب ونبقى نتصدق به تبقى لي طريف ديال الذهب ونموت، سأسأل عنه يوم القيامة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات والتركة اللي خلى 6 دنانير، 6 دنانير اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدار ديالو. اللي كانوا وشربوا داروا الزرابي وداروا الآتات وداروا الفيلات وصابوا. النبي صلى الله عليه وسلم التركة ديالو كلها اش خلى 6 دنانير. كيدخل عنده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيشوف الحالة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على حصيرة والآثار ديال الحصيرة في القدم ديال النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الخزينة ديالو اش كيلقى الشعير، مد من شعير. بدا سيدنا عمر كيبكي رضي الله عنه كيقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اش بكاك يا عمر؟ كيقول لي يا رسول الله كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم ينعمان في الحرير، ناعسين فوق الحرير، الملوك ديال الفرس وديال الروم ناعسين فوق الحرير، وانت لي رسول الله انت لي خاتم الانبياء والمرسلين ناعس فوق حصيرة. باش واجبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هذوك الناس الله تعالى عجل لهم الجنة ديالهم في الدنيا. ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ يا عمر واش ما يكفيكش أن الله تعالى أعطاهم هما في الدنيا وإحنا غادي يعطينا في الآخرة؟ الخيرات ديالنا احنا وخر الله تعالى الآخرة وهما يتنعموا في الدنيا. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر ديال الجنة دياله. ولهذا اليهود والنصارى أعطاهم الله تعالى التقدم وأعطاهم العلم وأعطاهم الفيلات وأعطاهم المرسيدس وأعطاهم يعني الخيرات من كل جانب. علاش؟ لأن الجنة ديالهم ها هنا، يوم القيامة لهم العذاب. وإحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ضيق علينا الله تعالى في الدنيا. علاش؟ لأن عندنا الآخرة وهذا لا بد منه. الله تعالى ما يظلمش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع على العبد أمنين أو خوفين، من أمنه في دنياه أخافه يوم القيامة، ومن أخافه في دنياه أمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما من إنسان الله تعالى ما يجمعش عليه الخوف 2 مرات والله تعالى ما يجمعش عليه الأمان 2 مرات. اللي عاش في الدنيا واكل شارب ضاربه 16 فلوس موجودة ناشط ماشي هو هنا، يعرف يوم القيامة الله تعالى غادي يخوفه من العذاب دياله. واللي عاش مسكين في الدنيا خايف من الحرام وخايف من عذاب الله تعالى وقابض الطريق ومبتعد من الشهوات وخايف، الله تعالى كيعطيه الأمان يوم القيامة. إذن المال زينة لمن اتقى الله تعالى، اللي كسبه من حلال. الإنسان اللي ما شغلش قلبه بالدنيا كلها إنما يقوم بالأسباب. وقلنا الدنيا ما كتجيش بقوة تجري. ولهذا رحم الله من قال ليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. المال زينة لمن؟ الإنسان اللي يشرى به الجنة دياله. شوف الله سبحانه وتعالى اش كيقول لنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شكون اللي خلقك؟ شكون؟ الله سبحانه وتعالى. أعطاك الروح فابور ما خلصتي والو، أعطاك الجسد فابور، أعطاك اليدين والرجلين والعينين والنيف وأعطاك كل شيء مجانا. ملي بغيت تزاد خلصتي شي كيطون شي تيكيتا ما خلصتي والو، كل شيء مجان. الله تعالى تفضل عليك وقال لك بيع ليا. شكون اللي يبيع؟ شكون اللي بغى الجنة؟ الجنة ماشي فندق من وراء يدخل لها، لا. اللي بغى الجنة خاصو 2. قال لك الله تعالى بيع ليا وحدة من 2 نعطيك الجنة. إما بيع ليا النفس ديالك في سبيل الله، وإما بيع ليا المال ديالك في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، بيع نفسك، وأموالهم بيع مالك بأن لهم الجنة. الجزاء الجنة. خلاص الجنة إما تبيع مالك واشتري به الجنة، وإما النفس ديالك واشتري بها الجنة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس الأخيار الأطهار هما اللي عرفوا هذه الحقيقة، وهما اللي استغلوا المال ديالهم في طاعة الله، وهما اللي شروا بالمال ديالهم الجنة. واسمع معايا، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم من اللي هاجر إلى المدينة وبنى الجامع، كان في جنب الجامع واحد المسجد واحد البير، هذا البير يسمى بئر روما، والصحابة رضي الله عنهم خاصهم الماء باش يغتسلوا باش يتوضاوا، كتعرفوا الماء قليل هذاك الوقت. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى عند صاحب البئر قال لي غتبيعني هذا البير، فلوس ما كاينيش، غادي نعطيك نهر في الجنة، نضمن لك نهرا في الجنة. صاحب البير قال لي تنشاور. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، بئر في الجنة أو نهر في الجنة هذا شيء عظيم، لكن ما نقدش يا رسول الله نعطيك هذا البئر. علاش؟ لأن هذا البئر منه كنعيش، اللي بغى الماء كيخلصوا، هو المصدر ديال العيش ديالي، ما نقدرش يا رسول الله. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه سمع الخبر، قالوا لي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفلان اعطيني بئر روما ويعطيك نار في الجنة، وما بغاش يعطيه ليه. هو يمشي مشى عند مول البئر، قال ودي هذا البئر إلا بغيتي تبيعيه شحال يجيب لك؟ قدر ليه. قال ودي إلا دخلته في السوق ما قصرش نبيعه ب1000 دينار. 1000 دينار. اش قال لي عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال لي غنعطيك 500,000 دينار، إلا عطاك شي واحد 500,000 دينار تقبل؟ الله، ما كاينش اللي عطى لي ولا عطاوها لي نبيعه بعيني مغمضين. وجبت السرة ديال المال، قال هذه في سبيل الله، لا إله إلا الله. اشترى البئر 500,000 دينار ومشى كيجري عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خذ البئر، أنا أحق بنهر في الجنة. هذاك النهر اللي كان غادي يديه هو أنا اللي غادي نديه، أنا سريت ذاك النهر في الجنة بفلوسي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عنده المال اشترى به الجنة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كتجي القافلة ديالو من الشام فيها 700 راحلة، يعني 700 ناقة، هز العطور وهز التوب، هز كاع السلعة ديال الشام كلها، وداخل المدينة والمسلمون كانوا في الحرب وخاصهم السلعة، وما يخرجوا السماصريات لقاو لي في الطريق قالوا لي يا عثمان بيع لنا السلعة اللي طلبتي، كما كنقولوا احنا بالدارجة مارشي نوار، بيع. قالوا لي السلعة اللي كتسوى دينار نعطوك فيها جوج دنانير، قال لهم زيدوا، كاين اللي عطاني اكثر. قالوا لي السلعة البياسة اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 3، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر. اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 4، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر منكم. اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 5 دنانير، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر. قالوا لي شكون هذا؟ كاين احنا اللي كاين في هذه الصحراء، شكون هذا اللي يعطيك اكثر؟ قال لهم الله رب العالمين، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاعف الله إلى 700 ضعف. الحاجة اللي كتجيب دينار إلا كانت النية ديالي مزيانة غادي يعطيني فيها الله تعالى 700 دينار، يعني الحاجة اللي كتجيب مليون غادي يعطيني الله فيها 700 مليون ديال الحسنات، ما تقدوش تعطيوها لي انتوما 700 الحسنة ب700. ولهذا كيقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. اسمع، ما ذكر الله تعالى في سورة البقرة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، واحد الحبة زرعتها أنبتت 7 سنابل، حبة خرجت 7 سبولات، في كل سنبلة 100 حبة، يعني هي 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تعالى يعطيك الزيادة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ناس باعوا أموالهم في سبيل الله. وباش كمل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم يلا اللي عنده شي حاجة يتعاون معنا، احنا غادي نخرجوا لواحد المعركة غنمشيو فيها 15 يوم ونجيو 15 يوم بعيدة، اللي عنده شي حاجة يجود بها. جادوا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، جاد عثمان بن عفان رضي الله عنه بما تيسر. عود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شكون اللي يزيد؟ زيدوا مازال خاص. ناض عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاد ب1000 راحلة، 1000 ناقة، ما يقرب 1000 ناقة في سبيل الله بأحلاسها وأقتابها. اش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف
وبس سيدنا عثمان رضي الله عنه في الجبهة دياله وقال لهم أيها الناس إن عثمان فليفعل ما يشاء فإن له الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبع عليه قال لهم عثمان بن عفان يدير ما بغى رأى الله تعالى ضامن له الجنة. باش شراها بالأموال دياله. هذا هو المال الزينة في الحقيقة. المال اللي كيدير به الإنسان الخيرات، المال اللي كيخليه موراه كيترحم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. اسمع، إلا متي البركة ديالك كتقطع، الحسنات ديالك يتقطعوا إلا من ثلاث: إما الصدقة جارية، بنيتي شي جامع لوجه الله، بنيتي شي خيرية لوجه الله، درتي شي عمل الله وبقاو الناس يستافدوا منه، صدقة جارية. أو علم ينتفع به، خليتي شي علم كيتصنتوا للناس وكيترحموا عليك. أو ولد صالح يدعو له. هذا هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون امتى كيكونوا زينة؟ ولد صالح يدعو له. خليتي واحد التركة طيبة، الناس علمت ولادها وقراتها باش يخرجوا دكاترة ويخرجوا طباء ويشدوا المناصب، وانت وليداتك ربيتيهم على الحلال، ربيتيهم على القناعة، علمتيهم القرآن الكريم، كبرتي ولادك على طاعة الله، علمتيهم الصلاة، ما خرجتيش ولادك فليسية باغين غير الدنيا، وإنما علمتيهم دين الله تعالى، خرجتيهم كيعرفوا الله تعالى. ملي كتموت كيبقاو يترحموا عليك، يبقاو يدعوا عليك، يبقاو يتصدقوا عليك. اللي يسمع منهم شي كلمة ديال الخير، واللي يسمع منهم شي آية، واللي يسمع منهم شي علم، كيبقى يترحم عليك وانت في القبر ديالك. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك. كاين الراجل اللي كيدخل الجنة وكيلقى المقام ديالو عالي بزاف، كيقول يا ربي أنا ما درتش هادشي كلشي، منين جاني هادشي؟ هاد المقام ديالي اللي عطيتيني عالي يا ربي، أنا ما درتش هاد الحسنات كلهم. كيقول لي الله تعالى هاد الدرجة أعطيتها لك بالاستغفار ديال الأولاد ديالك، كانوا يستغفروا عليك ويترحموا عليك. شو الذرية الصالحة؟ فين ما يقعدوا في شي مجمع في المجامع الصالحة كيدعيوا معاك ويطلبوا الناس يدعيوا ويترحموا عليك وكيتصدقوا عليك، والله تعالى كيغفر الذنوب ديالك في القبر وكيرفع الدرجة ديالك في الجنة. هؤلاء هم الأبناء الصالحون اللي يرضى عليهم الله سبحانه وتعالى وبغاهم. طيب، إذن قلنا المال زينة والأولاد زينة للمؤمن. الأولاد اللي طعمتهم من حلال، والأولاد اللي علمتهم القرآن، والمال كيكون زينة إلى انفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون لا للأموال وإنما يعيشون من أجل الإيمان، لأن المال ما هو إلا وسيلة. إحنا المال درنا غاية، إحنا عبدنا المادة، إحنا ولينا من عباد الدنيا. كان كذبوا على الله تعالى، ولو كان ادعوا الإيمان، ولو كان ادعوا الآخرة، ولكن إحنا كنا عايشين من أجل الدنيا، عبدناها من دون الله. ولهذا الإنسان كيصبح يدخل الجامع ويصلي صلاة الفرض كيزيدو يكبر يقول الله أكبر. الله تعالى فرض علينا 17 ركعة في اليوم، الإنسان كيزيد يقول الله أكبر. اش كيقرأ؟ كيقرأ سورة الفاتحة ضرورية في كل صلاة. اش كيقول؟ الحمد لله رب العالمين. اش كتقول الملائكة؟ اسكت يا كذاب، كذبتي. قال الحمد لله رب العالمين، كيقول لي كذبتي، ما حمدتيش الله وشكرتيه، واخا قلتيها باللسان ديالك. علاش؟ هذا العام الله تعالى يسر عليك، ربحتي 20 مليون دخلتي هذا العام. اش دار؟ دخل 20 مليون، مشى جاب عبيدات رمى وجاب الشيخات وبات يغني كاع الليل. قال لك علاش دار الفيشطه؟ هذا العام دخل 20 مليون، هذا العام زاد الله تعالى في المال. في العود اللي غادي يحمد الله تعالى باش حمدوا بالشيخات وبالغنى وبالسكرة. علاش؟ لأن قال لك الخير وجود، الأموال وجدات، كيشكر الله تعالى. والشكر ما كيقبلوش الله تعالى إلا بثلاث شروط. كيقولوا سيدنا العلماء الشكر ما يكون الشكر إلا بثلاثة. ماشي الإنسان اللي كيقول حمد الله وشكرته باللسان ديالو، لا. الحمد والشكر بثلاثة: هو الاعتراف بالنعمة باطلا، والتحدث بها ظاهرا، وإسرافها فيما يرضي الله. فتت شروط.
هذا العام ربحتي 21 مليون، بغيتي تكون الحمد لله رب العالمين تكون صادق فيها وتكون حامد الله وشاكره، خصك 3. أولا الاعتراف بالنعمة باطنا، بلي تسجد وتصلي تقول يا ربي لك الحمد، انت اللي رزقتني وانت اللي اعطيتني، يا ربي اعطيتني هذه النعمة، الله يجعلني نصرفها في طاعة الله، الله يجعل هذا 20 مليون اللي دخلت عليا هذا العام ما تكونش نقمة عليا، الله يجعلني نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى بالسلامة والخير. طيب، والتحدث بها ظاهرا، وتحدث بها أمام الناس، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كاين الإنسان اللي قد ما هو كيدخلوا الوسخ ديال الدنيا وقد ما هو ما كيتهلاش في راسه. كاين الإنسان اللي كيلقى في راسه مالو 100 مليون و200 مليون ولا بالجلابة مشرقة، وكل مسخ ومقلق وما يسواش. علاش؟ كيقول لك لا إلا لبس مزيان غادي يقولوا فلان جا واحد رزق جديد باش ما يعينونيش، ويكذب. الناس كيسيقوا لي الاخبار بانه ربح القد والقد، ملي يجيو يقولوا لي مدرا شحال دخلت هذا العام يقول مودي ما كاين ربح، يقول مودي هذا العام راه ما كاين لا ربح لا والو، ما يعترفش. علاش؟ يقول لك يضربوني بالعين. سبحان الله، هذا كيتسمى كفر بنعمه الله تعالى. الله تعالى كيعطيه في النعم وهو كينكر على عباد الله، واسرافها فيما يرضي الله. باش تكون شاكر الله تعالى على النعم خاص داك الشيء اللي يعطاك تصرف فيه في طاعه الله سبحانه وتعالى، باش تكون من الفائزين وتكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. هذه هي نعم الله سبحانه وتعالى وعلينا شكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الأمي الذي علم المتعلمين، يا حبيب الله أنت اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، يا أبا القاسم أنت الفقير الذي قاد سفينة العالم إلى شاطئ الله رب العالمين. أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا حبيب الله. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى باش نلتقي من جديد في هذه المناسبة المباركة، وخاصة نعرف واحد المسألة، هو أن المجامع ديالنا اللي شرع لنا الله سبحانه وتعالى من الموت كنجتمعوا عند الموت، وكنجتمعوا في الزواج، وكنجتمعوا في العقيقة، يعني هذا المظاهر اللي كنجتمعوا عليها كلها من تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. اش قال الله تعالى؟ ولقد كرمنا بني آدم. كنجتمعوا على الموت، إنسان كنجتمعوا على قبل إنسان فارق الحياة. كنجتمعوا في العقيقة، إنسان جديد دخل هذه الحياة. كنجتمعوا في الزواج، لقينا من جوج الناس اللي غادي يعطيونا خليفة ويعطيونا إنسان جديد في هذه الحياة. يعني كاع المجامع ديالنا كلها كتعلق بهذا الإنسان اللي كرمه الله سبحانه وتعالى. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أنه نزل في سورة في القرآن الكريم كتسمى سورة الإنسان. اش كيقول فيها الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. هل أتى على الإنسان حين، الله تعالى كيذكر هذا الإنسان، كيقول ليه جعلك واحد الزمان وواحد الوقت ما كنتيش مذكور، ما كنتيش في هذه الدنيا. الله تعالى كيتحدى العباد، لأن احنا تعلينا وتجبرنا بالتكنولوجيا وبالتقدم. قلنا درنا وكنتجبروا بالعلم، سلطان العلم دينا كنتجبروا به، ولاو الناس كينساو القوة ديال الخالق سبحانه وتعالى. الله تعالى كيبغي يذكر الإنسان بالضعف ديالو، الأصل ديالو.
مثل هذا المناسبات اللي كنتجمعوا فيها، كيتلاقاو في ميده وحده الناس كيتعشاو، كتلقى داك اللي داير المناسبه عارض على 20 من العروبيه وعارض على 40 من المدينه، وفي ميده وحده كيتلاقاو 3 ديال الناس كبار بالرزوز ديالهم وبالجلالب ديالهم، و3 ديال الشباب بالفيستات وبالكرافطات ديالهم. كيبداو دوك الشباب كيتكلموا، داروا في امريكا، داروا في روسيا، الصناعات، التقدم، اشنو وقع، الاحداث، كيبداو يذكروا العلم الجديد اللي دوك الناس ديال الباديه ما عارفينوش. كيبقاو دوك الناس الكبار غير كيشوفوا، لكن والناس كيتعشاو كيدور الكلام، ودوك الشباب كيبداو يتكلموا على الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وعام بوهيوف وعام البور كيبداو يتكلموا. واش كيديروا دوك الناس الكبار؟ كيتدخلوا، كيقولوا مولداتي نتوما ذاك الوقت ما كنتوش، هادشي قريتو عليه في التاريخ. عاد كيبداو يتكلموا دوك الناس الكبار، لانهم علاش الحديث دار لواحد الفتره اللي ما كانش فيها داك الشباب. دوك الشباب كيبقاو غير ساكتين وكيشوفوا، والناس دوك الاميين، الناس العروبيه اللي ما قاريينش كيبداو يفسروا لهم ويشرحوا لهم. كذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى كيردنا لواحد العلم قديم، كيردنا لواحد التاريخ اللي كنا مازلنا تراب، كيذكرنا بالاول ديالنا ذاك الماضي اللي ما كنعرفوش حنا وما عندناش العلم ديالو. كيقول لنا الله تعالى اجيو ترجعوا تشوفوا راسكم اشنو كنتو كتسواو في ملك الله. يرحم الله تعالى احد العلماء في عهد الدوله العباسيه